السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا محمد وهبي ولم يكن طارق السكتيوي المدير الفني الجديد خلفا لوليد الركراكي في قيادة المنتخب المغربي؟ سؤال طبعا مطروح، وفي ناس كانت بتتحيز ان طارق السكتيوي هو اللي يمسك بديل محمد وهبي، وفي ناس كانت بتقول يستمر وليد الركراكي، وناس بتقول ان محمد وهبي اولى. محمد وهبي طارق السكتيوي، ايه المميزات اللي عند محمد وهبي خلت محمد وهبي هو الافضل وهو اللي يقود المنتخب المغربي؟ طبعا كان في صراع يا اخوانا، وفي اراء كبيره جدا، والمدربين الثلاثه كبار، سواء وليد الركراكي وقدم مهمته بنجاح. نصف نهائي كاس العالم 22، نهائي كاس الامم الافريقيه 2025 26، والاحداث اللي احنا شفناها، والاداء والتطور ووضع خريطه الكره المغربيه على مستوى العالم، ليه بصمه وليد الركراكي في الموضوع. تاني حاجه، تعال نبص طارق السكتيوي ومحمد وهبي، ومن اسباب تغيير وليد الركراكي تجديد الدماء، تجديد روح الفريق، تجديد التعامل، المدرسة المختلفة، المفاجآت والتطور الكرة المغربية مشروع، وفي دراسات عالية جدا. مش هنقف عند النقطة دي، عندنا جديد وعندنا بدائل وعندنا أفكار مغايرة. من الأهم النقاط اللي رجحت محمد وهبي، وإن أنت بتقول طارق السكتيوي، الاثنين مدربين كبار والثلاثة كبار، ولو حطيت حسين عموته معاهم برضو مدرب كبير، ولو حطيت معاهم جمال السلامي فمدرب كبير. فهنا انت عندك في الشكل التدريبي للمغرب مدربين كبار جدا. لكن لما نيجي نبص لمحمد وهبي كشهادات، الثلاثة عندهم شهادات. يمكن من اعلى شهادات محمد وهبي وخريج المدرسة البلجيكية، حوالي 17 سنة في اندرلخ او الدراسة التدريبية بشكل مميز. وده مش هو ده الكافي، خلي بالك، لان انت ممكن تلاقي واحد عندك دارس وما عندوش الفكر الخاص اللي بيحطه في ارض الملعب. ايه اللي بيميز محمد وهبي؟ ونفس المميزات دي موجوده عند طارق السكتيوي، بس في افضليه في نقطه معينه، ان محمد وهبي تعامل مع جيل الشباب، تعامل مع جيل تحت 20 سنه، مشرف على قطاع الشباب، خد كاس العالم، ودي نقطه بتخلي محمد وهبي يبقى اقرب واللي هو الافضل من وجهه نظر الجماعه الملكيه لكره القدم. لان الاثنين لو هتحط محمد وهبي وطارق السكتيوي، فالاثنين مدربين عندهم سرعه بديهه لتغيير طريقه اللعب بطريقه مناسبه داخل المباراه. ازاي بقى؟ هشرحها لك من خلال متابعه مباريات المنتخب المغربي، سواء في كاس العالم او كاس الامم الافريقيه اللي اتلعبت في مصر تحت 20 سنه، اللي خد فيها المنتخب المغربي المركز الثاني في المباراه الاخيره امام منتخب جنوب افريقيا. هنلاقي ان كل مباراه كان في بصمه جديده لمحمد وهبي في طريقه اللعب. هنلاقي ان محمد وهبي بيبقى عنده سرعه بديهه، انه هو في جمله من الفريق الاخر بتتعمل فبيغير معاها مسار اللعب بطريقه اللعب باللاعيبه اللي موجودين. طب لو ما ينفعش الموضوع ده، فبيروح ساحب لاعب ومغير بتبديل في وقت محدد. ويمكن اكتر الناس عارفه توقيت تبديلات محمد وهبي بتبقى في الحدود، من مش عارف 68 ل 70 بتحصل تغييرين ثلاثه عشان يغير اخر ربع ساعه من وجهه نظره بشكل معين حسب نتيجه المباراه. وهنرجع للنقطه دي ونتكلم فيها تفصيليا. ولو الناس متابعه كويس جدا، المنتخب المغربي مع محمد وهبي في كاس الامم الافريقيه خد المركز الثاني، بس انت من وجهه نظرك، وطبعا انا لما خد المركز الثاني في البطوله دي قلت ان المنتخب المغربي، الناس اللي فاكره الكلام اللي انا قلته، ان قلت ان المنتخب المغربي ده بالشكل ده مع المدير الفني ده هيروح ياخد كاس العالم للشباب، وفضل الله سبحانه وتعالى خد كاس العالم. تعال بص لمحمد وهبي في طريقه لعبه مع المنتخب الاسباني، مع المنتخب البرازيلي، مع المنتخب المكسيكي في المجموعه. هتلاقي ان محمد وهبي امام اسبانيا لعب شوط اولاني بيبيع الوهم فيه لمنتخب اسبانيا، ومنتخب اسبانيا من المنتخبات او مشاريع الكره القويه جدا. منتخب اسبانيا مرشح لكاس العالم شباب تحت 20 سنه. عمل ايه محمد وهبي؟ محمد وهبي باع الوهم للمنتخب الاسباني في الشوط الاولاني، ثم في الشوط الثاني
راح عامل جملتين اتنين تقريبا في الدقيقه 54 او 56 والدقيقه 58. الجملتين كانوا بعض، سجل الهدفين وبعديهم عمل نفس جمله بنفس الشكل وراح جاي مريح نفسه خالص. كسب مباراه اسبانيا في مجموعه هي الاقوى. وقلت لك قبل كده هو مين اللي حط مجموعه المنتخب المغربي تحت 20 سنه مع البرازيل واسبانيا والمكسيك؟ ده المربع الذهبي. انا بتكلم معاك عن المربع الذهبي. طيب محمد وهبي في المباراه الثانيه بيقابل مين؟ بيقابل البرازيل. اسبانيا والبرازيل فرقتين مرشحين لكاس العالم للشباب. بيقابل البرازيل فبيلاعب البرازيل الاول في الشوط الاولاني نفس الحكايه، بيبيع الوهم للمنتخب البرازيلي، ثم في الشوط الثاني بنفس الطريقه بيروح جايب هدفين تقريبا في نفس التوقيت، حاجه و50 والدقيقه قبل حاجه و60 قبل ال60 لما تدخل في الدقيقه 60 راح جاي مسجل هدفين في منتخب البرازيل وقفل الدنيا. والحكم طبعا حسب ضربه جزاء ما اعرفش مدى صحتها ولا لا، يعني كانوا بيتلككوا تقفيل الخطوط مع امكانيات حلوه، درايته بمجموعه الشباب اللي انا قلت لك قبليها ان منتخب الشباب تحت 20 سنه المنتخب المغربي اللي شارك في كاس العالم في تشيلي كان فيه 9 لعيبه ممكن ينضافوا ليهم من اقوى اللعيبه، بس الانديه بتاعتهم رفضت. احنا كنا ممكن نشوف المنتخب المغربي بنسخه افضل من دي. بعد كده مباراه يعني المكسيك كانت مباراه تحصيل حاصل للمنتخب المغربي، ضمن المركز الاول، ضرب البرازيل ولطش اسبانيا ويعتبر لطش المكسيك كمان وسابهم يحاربوا، ولعب المباراه بالصف الثاني بالصف الثالث مش فارقه معاه، اهم حاجه ان انا احافظ على وجود اللعيبه وسلامه اللعيبه عشان بعد كده هقابل كوريا الجنوبيه. قابل كوريا الجنوبيه، وكوريا الجنوبيه من الفرق اللي عندها سرعات في الملعب. فجه في الربع ساعه الاخيره لعب بشكل حفاظ، كان من خلال اخر ربع ساعه للمنتخب المغربي في مباراه كوريا الجنوبيه هي رساله وهميه لمنتخب امريكا اللي هيقابله في دور الثمانيه. واضح نوضح النقطه دي كويس شويه كمان، ان المنتخب المغربي في دور ال 16 لكاس العالم لما قابل كوريا الجنوبيه في اخر ربع ساعه كان بيلعب بشكل دفاعي، مفيش شراسه هجوميه، مفيش. بحاول ان انا اخلص المباراه، وخلصت المباراه بفوز المنتخب المغربي. في النقطه دي حسيت ان محمد وهبي كمدير فني بيفكر في مباراه امريكا ان انا ببيع له الوهم. ليه؟ لان في مباراه امريكا بتتميز في اخر ربع ساعه. فريق امريكا للناس اللي متابعه بشكل كويس تحت 20 سنه بيتميز في اخر ربع ساعه بانه شرس. اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق لما يدخل بيبقى منتخب شرس. المنتخب المغربي قدر ان هو يسجل ويتفوق على المنتخب الامريكي في اخر اللحظات. كانت النتيجه 2-1 للمنتخب قبل ما تدخل الربع ساعه الاخيره. المنتخب المغربي في اخر ربع ساعه داخل 2-1 للمنتخب المغربي. المنتخب الامريكي الوقت اللي بيعمل فيه طفره وضغط والجمل اللي ما كانش بيعملها مع كوريا الجنوبيه بالشكل الهجمات المرتده عملها بشكل ناجح وسجل هدف في منتخب امريكا اللي ما حدش بيسجل فيه في التوقيت ده اهداف، بل ان المنتخب الامريكي بيخلص المباراه في التوقيت ده وهو اللي بيسجل وما بيتسجلش فيه اهداف. المنتخب المغربي سجل في منتخب امريكا هدف وخلصت المباراه فوز المنتخب المغربي 3-1. ثم جينا لمباراة فرنسا اللي اتلعبت، كان اللعيبة موجودين وكان في بعض الغيابات والإصابات، واتصاب يانيس بن شاوش اللي عمل يعني ايه وراه يانيس بن شاوش قبل الإصابة. يعني في الكرة اللي اتصاب فيها يانيس بن شاوش وكان يستحق يانيس بن شاوش افضل حارس مرمى في كاس العالم من وجهه نظري. ما اعرفش هم ادوها بتاع الارجنتين ليه، ولان بتاع الارجنتين كان حقيقي يطرد في كوره كان تدخل فيها على ياسر الزبيري او عثمان محمد على ما اتذكر، تدخل عنيف جدا وحيث ان في كارت احمر يطلع، الحكم ما ادوش كارت احمر وخد احسن حارس مرمى ليه، مع ان يانيس بشاوش كان ليه تاثير كبير جدا لوصول المنتخب المغربي. تصدى قبل خروجه من مباراه فرنسا وتعديل وفوقان محمد وهبي، ودي من النقطه المهمه جدا لان يانيس بن شاوش كان شايل المباراه بشكل كبير جدا رغم ان سجل فيه هدف التعادل بتاع المنتخب الفرنسي، تعادل 1-1. يانيس بن شاوش في الكره اللي اتصاب فيها
كان كرة هدف حقيقي. ودي من الاسباب اللي انا بقول لك ان انيس بن شاوش يستحق افضل حارس مرمى لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة. راجع ما ورايا الاحصاءات اللي انا بقولها لك. محمد وهبي كمدير فني بعد اصابة يانيس بن شاوش عمل شكل تأميني لابراهيم ابراهيم جوميز الحارس المرمى البديل اللي نزل بعد اصابة يانيس بن شاوش. يعني ما خلاش فيه خطوره بشكل خطر زي ما كانت على يانيس بن شاوش. قدر ان هو يقفل السكك امام المنتخب الفرنسي، وصلنا لضربات الجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الحارس البديل الثالث اللي نزل للناس اسمه، اكتبوا لي اسمه في التعليقات، قدر المنتخب المغربي يوصل. فهنا التكتيك المتغير اللي بيعمله محمد وهبي في المباراة الأخيرة والختامية لكأس العالم. ونختصر معاك النقطة دي. عمل لك الشوط الأولاني، شفنا فاجئنا كلنا، فاجئ الأرجنتين المرشح الأول للبطولة طالما وصل للنهائي، إن طريقة اللعب، أسلوب الهجوم، تغييرات، التعاون ما بين يانيس بن شاوش ما بين عثمان معمة كجناح يمين وياسين جسيم كجناح شمال. حركة التبادل اللي كانت بتحصل في المباريات ما بين ياسين جسيم وما بين عثمان معمة، عشان النقطة دي أنا نسيتها شوية، كان بيحصل تغيير مراكز مع حالة من الدربكة للمنتخب المقابل للمنتخب المغربي، مع ان انت قوة خط الوسط اللي هو عملها من سعد الحداد وبعوف في خط الدفاع، مع التركيبه اللي هو عملها من علي معمر للمجموعه ازاي تطلع بالكوره بشكل كويس جدا، مع هداف مميز زي ياسر الزبيري، ازاي ان انا اوصله ان هو يبقى هداف البطوله، وان انا اخلي ان عثمان معمة افضل لاعب للبطوله. دي برضو بترجع لامكانيات المدرب ليه عامل ان هو وزع اللعيبه ازاي، ان هو حطك في المكان المناسب. ان انا لما غيرت مع عثمان معمة مع يانيس بن شاوش، يعني اسمه ده ياسين جسيم او جسيم ياسين، عمل حركه التبادل من جناح يمين لجناح شمال، وعمل الربط ده مع الجمل المتغيره اللي انا بفتح فيها مساحه، مع ان انا بلاعب الارجنتين، بقدم للارجنتين، مسك الارجنتين هشتكى بشتكى، ومحدش يسالني يعني ايه هشتكى بشتكى، لان هي يعني بالمعنى كده ان هو متعنا كوره ومزكنا وخلى الارجنتين مش موجوده على خريطه الكوره في الشوط الاولاني. ثم شوط تاني بشكل دفاعي مغربي بشكل محمد وهبي، اللي خلى من لعيب زي ياسين جسيم يلعب كمدافع وهو جناح، وانه يلعب على 3 لعيبه وخط الوسط والجناح الايسر لمنتخب الارجنتين بالشكل والاداء الرائع ده، مع التغييرات وتوقيت التغييرات بتاعه محمد وهبي، تغييراته يا جدعان وفكره ان هو متطور، ده مدرب يستحق. انا من وجهه نظري، انا من تيجي تسالني هقول لك طارق السكتيوي، لان انا شفت طارق السكتيوي عنده كفاءات كتيره. لما شفته مثلا في الاولمبياد وشكل اللعب والاداء وطريقه اللعب اللي بيغيرها، لما شفته مع منتخب المغرب للمحليين في كاس الامم الافريقيه، لما شفته في كاس العرب وكنت براهن، وانا يعني انا بحب طارق السكتيوي بشكل كبير جدا. ولكن في نقط ممكن تكونش يعني وصلاني، الجماعه الملكيه بتفكر بالعقليه اكبر، يعني عندها شغل اكبر، مطروح اكتر. محمد وهبي عنده امكانيات، لعب مع منتخب الشباب، عارف الجيل اللي هيصعده، عارف هيضيف مين ومش هيضيف مين، عارف هيستخدم الناس دي كلها. لان انا بعد محمد وهبي لايه؟ لكاس العالم 30، كاس العالم 30 والبطولات اللي جايه بعد كده. اسباب كتيره بترجح محمد وهبي، مش عشان طارق السكتوي وحش قليل، لا، ولا عشان وليد الركراكي يعني مدرب بسيط ولا صغير ولا حاجه، لا، طارق السكتوي مدرب كبير جدا، وليد الركراكي مدرب كبير جدا. بس كان لازم، وانا قلت لك الناس اللي فاكره ان قلت ان لازم تغيير وليد الركراكي من وجهه نظري، وكنت بقول الكلام ده يحصل بدري شويه بعد كاس الامم الافريقيه بتاعت كوت ديفوار، ولكن هي نقطه وجيده من وجهه نظري كرؤيه تسمحوا لي ان انا اقولها، وان انا كذا. الدماء الجديده وليد الركراكي ممكن يرجع ويبقى ليه بصمه جديده، لان طبعا في مدربين كتير عملوا دراسه لطريقه لعب
وليد الركراكي بيتحرك بكذا، بيفكر في كذا، واحنا شايفين الذكاء الاصطناعي عامل ازاي والدنيا اتغير ازاي. فالنهارده انت لما تيجي تفاجئ الجميع، لا ده انا جبت لك محمد وهبي اللي انت مش عامل حسابه. الناس كانت بتقول طارق السكتي، وممكن تكون نقطه من النقطه دي. محمد وهبي عنده كتير، لان انت دلوقتي قدام منتخب عنده مجلس استشاري، مش مدير فني بس هياخد نفسه الموضوع. لا، انا شايف الموضوع ان محمد وهبي هيكون معاه مجلس استشاري في نقاط كتيره جدا، هيكون في دراسه لكل لاعب من الفرق اللي انت هتواجهها. محمد وهبي عجبني وهو بيلاعب كوريا الجنوبيه، بيفكر في مباراه امريكا، باع لهم الوهم وبعدين اصطادهم في الوقت اللي هم بيسجلوا فيه وسجل. اسباب كتيره بتخليني اقول ان محمد وهبي يستحق، رغم ان انا بميل لطارق السكتوي، بس في نقاط مميزه جدا، مش الشهادات فقط. اوعى تفكر الشهادات، لان لا، الشهادات مع التطبيق العملي، مع اللغه اللي مع محمد وهبي، ان هو يتعامل مع اللعيبه اللي ساكنين من عايشين في المغرب اصلا، واللعيبه المحترفين. وفي النهايه اني احبكم في الله، واحنا في شهر كريم. اسال الله لي ولكم العافيه، وان يرفع عن الامه البلاغ ويجمعنا على خير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.